على البحر الاحمر السمكه عامله زي البسبوسه في التسويه، رايحه في الوايت صوص، رايحه في المقلي جزل، رايحه في السنجاري، رايحه في الفحم، رايحه في الريد صوص والوايت صوص. بتتعمل كل حاجه تستاهل خالص. معايا الناجل بقى اسمه ذكر البحر، ده بقى موضوعه جامد خالص خالص خالص. الناجل والشريفه دول ارقى حاجه جوه البحر الاحمر. وعندنا القاروص الفريش البلدي، ده قاروص. وعندي الهامور ده نوع من انواع الهامور، حاجه عاليه قوي. انا عندي جمبري مش موجود عند حد بجد. ده سوبر جامبو سويس اصلي، ده اسمه فينو. كلمه فينو تطلق على الجمبري ده عشان حجمه سميك شويه. اوكي، بص شمع ابيض من جوه ما شاء الله. كيلو كام بتاعه؟ ده يعني بيعدي شويه. وفي ده معدي غالي جدا عشان ده 8 حبات في الكيلو. يعني يعملوا بتاع 800 وفي ناس بتبيعوا ب 1200 كمان. ودوت الاماراتي. اوكي، ده ابو شنب حرير بتاع الهزه والمزه وسائل الملاهي. وعندي برضه لوت. وعايز اوريك بقى الفرق ما بين ده وما بين ده. ده تايجر اللي هو تايجر شبه النمر يعني. اوكي، ده الفيل. الاثنين سويس. السويس شايف ده بلدي، ده بلدي، ده بلدي، ده بلدي. اوكي، ده قريب من ده بس ده بلدي وده مستورد. اوكي، دي استاكوزا. حضرتك لما مفيش مكان ممكن تستنى بصيت جوه هنا. لا دول الكبريت. وطبعا معانا الاستاكوزا، معانا الدنيس بيخلي العجوز عريس. صح الكلام. طبعا قلت لكم عندي مرجان ابو قتل بقى، ده موضوع جامد قوي. ده في المقلي ده تاكل قشطه وشارب قشطه. اهم حاجه جوده السمكيه، العرق الذهبي باين ووضوح. تعرفي ان السمكيه فريش خالص خالص خالص. ماشي الكلام. هنعمل النضاره ونقول لك شكرا. سلام عليكم. احنا بقى كده رايحين نتعشى في بهيج ملك الاسماك خالص خالص خالص. طبعا ده في التجمع الخامس في الحي التاني. هنشوف بقى، انا اول مره اجي عنده فقلت نجربه كده في راس السنه، يا رب يعجبنا. استنى، ما شاء الله الجمبري اللي انت قفلته ده. بكام؟ ده كده كيلو الا ربع، السعر بيبقى معاه هو. ده حواوشي الرفاعي التجمع الخامس جنب اسماك بهيج. دي الاسعار من اول 40 جنيه. حواوشي الساده، الحواوشي الميكس التركي ب70 ب60، في ممبار ب35، حواوشي الكبير ب80. اسعار اهي. صوصات اهي 5 جنيه الصوص. وده شكل البوكس بتاع الرفاعي. بصوا، ده البوكس بتاع الحواوشي. بصوا محمد يا حجمه كبير. هو بكام ده يا صبري؟ ب40. الرغيف ب40. ده ب40 عشان ده ساده، عشان هما بيحبوه ساده. هما بقى بياكلوا حواوشي واحنا هناكل السمك عشان هما مالهمش في الاسماك.
بياكلوا جمبري بس هم عايزين ياكلوا حواوشي فجابوا حواوشي واحنا هناكل جمبري. هنشوفه من جوه كده. ايه يا حسن مش هاكله ايه يا حسن؟ بوريهولهم بس. بصوا يلا خد بتاعك وانت خد بتاعك يعني. ده بقى المنيو بتاع بهيج ملك الفسفور العجيب. الكيلو يعني هنا الكيلوهات حسب السعر اليوم. طبعا في كل انواع السمك. اقول لكم بقى الاسعار. بصوا السندوتشات دوت سندوتشات الجمبري ب30 وفي ب40 زي ما انتوا شايفين كده الاسعار. سندوتشات من 35 ل40. 45 اللي هي الفاهيتا اللي تحت دي بقى الرز ب40. رز بالجمبري ب60. رز السي فود ده ب55 والمكرونات اهي. يعني اسعار الجزء دوت كده من اول 40 لغايه 150 160. مكرونه الوايت صوص وطاجن الجمبري. وده بقى البولتشي. دي الوجبات. فيليه ب80 والبوري ب120 والدنيس ب190. الجمبري المشوي ده بيقضي واحد بس يعني فرد واحد اللي هي الجمبري المشوي اللي هو 125. وده جمبري البتر فلاي دوت بتبقى بالزبده. ده معمول بالزبده بردك 5 جمبريات. وده بهيج فيليه 150. وده الدنيز ب125. ملك الفسفور ده دي بتبقى صينيه كبيره فيها بوري وفيها بطاطس وفيها جمبري كندوفلي. ده اللي احنا طلبناه اللي هي ملك الفسفور العجيب ده. ودي هنا المقبلات طماطم متبله وطحينه ورز ساده. هنا الكنز ب10. تنجان وايت صوص بالبطاطس. اسعاره ده هو في التجمع الخامس جراند مول المنطقه التانية بجوار حواوشي الرفيعي. ده العنوان اهو. خدوا سكرين نجرب مع بعض بقى الاكل. احنا اول مره نيجي هنا هنشوف مع بعض الاكل بقى واصوره لكم. وعايزين رقم المحل ده رقم المحل. اكيد في ديليفري طبعا اهو. خدوا سكرين. بهيج ملك الفسفور العجيب. الصينيه بقى ملك الفسفور شكلها الوايت صوص جمبري بطاطس جندوفلي. ده بوري. هنكتشف مع بعض كده. ده الرز طحينه بابا غنوج. ناكل بقى عشان احنا جوعنا. بطاطس اهي. يلا بصوا بقى البطاطس مستويه. طبعا ما تبصوش على اللي في المعلقه ده من الروش. والصوص جميل جدا. السمك اهو. خلاص بقى انتوا بتلعبوا عشان ناكل شوربة الجمبري. بس احنا قمنا بالواجب طبعا. الصينية دي تحفة يا جماعة. دي ملك الفسفور 250 وبتنزل معاها الرز والشوربة والسلطات. ايه رأيك يا اللي بتحب الجمبري يا ملك الفسفور؟ بس هو الوقت بس بياخد هو احنا بقالنا ساعة مستنيين الأكل الصراحة. هو ده الحاجة الوحيدة اللي وحشة في المكان. ده بقى سمك فيليه. بصوا اهو. الصوص تحفه اساسا. الوايت صوص تحفة. الجمبري هو الرز ساقع شوية.
الجريمة خلصت، مش قادرين بجد. يعني الصينية دي بتكفي اكتر من 2، يعني احنا 2 انا وابو ادهم ما خلصناش الصينية. زي ما انتم شايفين بصوا السمك اهو، يعني الصينية ممكن تكفي 3. تمام. والرز زي ما قلت لكم ناشف شويه ما حبيتهوش. شوربه حلوه جدا، سلطات حلوه جدا، الخدمه كويسه. هو العيب الوحيد اللي في المطعم التاخير في الاكل، يعني ما ينزلوا الاكل. يا رب النهارده الجوله كلها تكون عجبتكم. تعالوا جربوا بهيج هيعجبكم، بس خلي بالكم تعالوا قبلها بساعه علشان الاكل بيتاخر عقبال ما بيتقدم. ودوت الصاله بتاعت بهيج اهي. لو لسه ما حطوش اللايك حطوا اللايك واقول لكم باي باي.